السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمحبين الفيديوهات السريعة يا جماعة هنعمل مع بعض النهاردة كيكة جيلي شفافة بالفاكهة بطريقة سهلة وسريعة جدا. ونبدأ بالمقادير. نسمي الله ونصلي على رسول الله. معانا 5 بيضات، كوباية من الدقيق متعدد الاستعمالات، هنشيل منها معلقة ونحط مكانها معلقة نشا وندخلهم مع بعض، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر العادي. هناخد البيض والسكر على الخلاط بتاعنا، بس قبل ما نروح لازم نكون مجهزين صينية الخبز اللي احنا هنخبز فيها ومبطنينها بورق الزبدة ومسحة الزيت. ولو ما عندكيش صينية مخصصة للتورتة، دي حلة عادية بس تكون ألمونيا تقيلة، وهنداري الودان بتاعتها بورق الفويل ونشتغل فيها عادي. هنا بقى هنحط في المضرب 5 بيضات، هنحط عليهم رشة ملح ومعلقة خل والفانيليا بتاعتنا والسكر، وهنضربهم كويس مع بعض لحد لما يبقى عندنا قوام تقيل زي الكريمة بالظبط. هنا بقى هنبدأ ننزل بالسكر بالتدريج، واهم حاجة ان احنا بنقلب على اول سرعة لحد لما نتأكد ان السكر داب معانا في البيض، وبعد كده بنرفع المضرب على اعلى سرعة لحد لما يدينا خليط كريمي. طبعا الطريقة دي لازم نتبعها يا جماعة، لان السكر لازم يدوب كويس جدا جدا عشان لما تدخل معانا الفرن تطلع معانا النتيجة مظبوطة. الفرن بتاعنا شغال على 180 درجة من اول ما ابتدينا في ضرب الكيك بالشكل ده. يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وانا كده خلاص، بصوا القوام تقل معايا وبقى كريمي جدا. هنروح للمرحلة اللي بعد كده على طول. هننزل بالدقيق واحدة واحدة بالشكل ده، وهنقلب بمضرب يدوي من تحت لفوق في اتجاه واحد. طبعا انا عملت معاكم كيكات سبونج كتير جدا، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، والمقادير السهم اللي هو تحت الفيديو يا جماعة. للي حابب يشوف الطرق المختلفة لطريقة السبونج، والطريقة دي كمان ناجحة جدا، هتشوفوا النتيجة بتاعتها دلوقتي. هخلص كل كمية الدقيق واحطها في الصينية. هنا ضفت كام نقطة من اللون اللي هو الأحمر الجل بتاع الطعام عشان يديني لون للكيك اللي هو اللون الروز ده. وطبعا الخطوة دي اختياري، او ممكن اللي حابب يعمل اي لون او زي ما يحب يعني. وهنا ابتديت افضي الخليط في الحلة اللي انا هحط فيها الكيكة بالشكل ده. الخطوات دي مهمة جدا يا جماعة عشان يطلع معاكم سبونج ناجح جدا وطعمه في منتهى الجمال. تابعوا الخطوات دي وهوريكم كمان النتيجة النهائية. طبعا هنا الكمية على قد الحلة او الصينية الصغيرة دي، اللي حابب يعمل اكتر يضاعف الكميات. بس هنبدأ نعمل حركات كده بخلة السنان عشان نفرغ اي هواء موجود جوه الكيكة، ونبدأ نعمل الحركة دي ان احنا نخبط كده بالصينية عشان ايه نخرج الهواء وعشان تطلع مظبوطة معانا وندخلها الفرن. هنا بقى هنبدأ في تجهيز الكريم شانتيه، وهنحطه في التلاجة عادي يجمد، بالعكس كمان بيدي نتيجة حلوة قوي. كوباية كريم شانتيه خام بتاخد نص كوباية من السكر البودرة وكوباية من الماء او الحليب المثلج بيبقى فيه قطع تلج. انا بس بعمل الحركة دي بالمضرب في الاول عشان ما يطرش عليا الكريمة، وهنضربهم على اعلى سرعة لحد لما الكريمة تتقل معانا. هنا بقى عشان نحضر الجيلاتين هنحط 3 كوبايات من المية عليهم نص كوباية من السكر، 6 معالق من الجيلاتين الخام من عند العطار. المية مجرد ما تسخن يا جماعة بنطفي عليها على طول النار، ما بنسيبش الجيلاتين يغلي على النار، ما بيديش نتيجة حلوة، ولا المية تبقى مغلية. المية بتبقى سخنة بنسخنها على النار وبندوب فيها الجيلاتين والسكر لحد لما يدوب معانا نهائي. ولازم هنا نضيف معلقة كبيرة من عصير الليمون لان هو بيبقى ليه سنة ريحة كده ومش بيبقى له طعم. يا اما نضيف قصنص اللي هو احنا بنحطه للبسكوت ومخبوزات العيد، قصنص يا اما جوز هند يا اما موز او اي قصنص بتحبوه، بس المهم يكون شفاف لان الجيلي هنا هيكون شفاف. او ممكن تحطوا فانيليا اللي هي اكياس. هنسيبه لحد لما يبرد تماما قبل ما نستعمله. لازم يكون بارد يا جماعة، وياريت تحطوه في التلاجة علشان الكيك بتاعنا ما يتشربوش. الكيكة هتاخد معانا من 30 ل 40 دقيقة على حسب نوع الفرن بتاعكم. بصوا طلعت ما شاء الله مرتفعة، اختبرتها كمان بالخلة، بصوا استوت وبقت في منتهى الجمال. لازم تبرد خالص، يعني هسيبها لحد لما تبرد عشان ارجع اشتغل فيها تاني. على ما الكيكه بتاعتنا تبرد يا جماعه هنبدا بتحضير اول طبقه من الجيلاتين والفاكهه اللي هي هنحط في القاعده هنا فاكهه وعليها الجيلاتين،
وهنسيبها لحد لما تغمد في التلاجة. عشان اوفر عليكم موضوع القوالب ورق الفاكيوم وكل الكلام ده كله، هنجيب صينيه هنديها مسحه بجوز الهند، زيت جوز الهند اللي هو للطعام يعني بيتاكل، او لو عندكم اي زيت نوعيته نظيفه شفاف ملوش طعم يعني هنشتغل بيه. ودي انواع الفاكهه اللي معانا. ممكن كمان تضيفوا كيوي او اي فاكهه انتوا بتحبوها. طبعا الكيك بتاعتي بردت، وهنا قسمتها ل4 طبقات من الكيك. هنبدأ هنا نحشي الطبقات بتاعة الكيك يا جماعة بالكريم شانتيه بالشكل ده. الكيكة بتاعتي كانت طرية جدا، مش محتاجة ان انا اسقيها سيرب بتاع الكيكات والحاجات دي، كانت طرية وهشة خالص. هحشيها بالكريمة. ممكن تحطوا فاكهة بين الطبقات زي ما تحبوا، اللي حابب يحط فاكهة بقى يحط شوكولاتة، يحط اي حاجة هو بيحبها. في النهاية الطبخ اذواق. هكمل الطبقات كلها لحد لما اوصل للاخر. عشان نعمل جناش يا جماعة للكيك من بره، هيبقى معانا 300 جرام من الشوكولاتة البيضة، هياخدوا 100 ملي من كريمة الخفق. هنسخن كريمة الخفق ونبدأ ندوب فيها الشوكولاتة، والخطوة دي اختيارية. اللي مش حابب يعملها وحابب الكيك تظهر تحت الجيل الشفاف والفاكهة زي ما انتوا بتحبوا، بس اللي عاوز يغلف الكيك لازم تتغلف بجناش الشوكولاتة البيضة او بالكريمة بتاعة الشيز كيك، وتدخل التلاجة حوالي نص ساعة كمان عشان تجمد بعد ما نغلفها. هنبدأ بالتغليف بالشوكولاتة البيضاء قبل ما نحطها في الصينية اللي هي سايبينها فيها الجيلي وقطع الفاكهة. وزي ما قلتلكوا لو حابين تستغنوا عن الحكاية دي، بس انا هوريكم ازاي هما بيلزقوا الفاكهة في الكيكة نفسها بالشوكولاتة البيضاء، وبيسيبوها تجمد عليها، بيلفوها ببلاستيك وبيسيبوها تجمد عليها. بعد كده بيفضوا عليها الجيلي. ودي الكيكة الاشهر على اليوتيوب او اللي هي محققة ملايين المشاهدات، مع ان طريقتها سهلة جدا. هنغلف كل الكيك بالشكل ده وبعدين هنكمل. لازق الفاكهة على الشوكولاتة بيتم بالشكل ده، بس بنحاول نثبتها كويس. وزي ما قلتلكوا بنسيبها بقى في التلاجة نص ساعة لحد لما الشوكولاتة والفاكهة يجمدوا على بعض. الخطوة دي كلها عشان لما بيجوا يصبوا الجيل الشفاف في الصينية اللي هي ليها قاعدة اللي هي بتتفك دي، عشان الفاكهة تفضل متماسكة على الكيك. لكن احنا زي ما قلتلكوا هنحطها في الصينية فوق طبقة الجيلي والفاكهة، وهنحط الفاكهة في الجناب، وهنصب عليها الجيلي ونسيبها بالتلاجة. ومسحة الزيت اللي احنا حطيناها في الصينية لما نيجي نقلبها هتتقلب معانا في منتهى السهولة. وانا حبيت اوريكم الطريقتين، اللي عاوز يشتغل بالطريقة دي اللي انتوا بتشوفوها على اليوتيوب، او بالطريقة الاسهل اللي انا بقول لكم عليها. قضيت الفاكهة يا جماعة وباقي الجيلي اللي كان في التلاجة وشوية فاكهة كده من فوق على الوش، وكده غطيتها بكيس بلاستيك عادي او ورق استرتش، وهسيبها في التلاجة من بالليل لحد الصبح، او اقل حاجة لازم تقعد حوالي من 4 ل6 ساعات. طعمها حلو جدا جدا. والفاكهة كمان انا حطيت عليها بقى شوية فاكهة من عندي عشان انا بحب الفاكهة بزيادة. قرايبي اللي نورتوني، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحة.